لو بصينا لأي بروسيس على إنها مجرد قائمة مهام بنكون بنفوت أهم جزء فيها، الجزء اللي بيخليها تتفاعل وتستجيب للعالم الحقيقي. في شرح النهاردة هنركز على الجزء ده تحديداً، أحداث البي بي ام ان. دي ببساطة هي المحفزات اللي بتبدأ أو بتغير مسار أو بتنهي أي عملية بنعملها. دي خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ نفهم الأول يعني إيه أصلاً أحداث BPMN. بعدها هنشوف أماكنها المختلفة على الخط الزمني للبروسيس، وهنعرف الفرق بين سلوكها لما بتكون كاتشنج أو ثروينج، وبعدين هناخد لفة سريعة على أشهر الأنواع، وفي الآخر هنشوف كل ده بيطبق إزاي في مثال عملي كلنا عارفينه كويس. طيب يلا بينا ندخل في أول نقطة عشان نفهم طبيعة الأحداث دي بالظبط. يعني خلونا نتخيل كده إن البروسيس مش مجرد خطوات ثابتة ورا بعض وخلاص، لأ، تخيلوا إنها كيان ذكي بيتفاعل وبيستجيب للمتغيرات اللي بتحصل حواليه. هو ده بالظبط الدور اللي بتلعبه الأحداث. ببساطة شديدة الحدث هو حاجة بتحصل، مش حاجة بنعملها، لأ حاجة بتحصل. ممكن تكون رسالة بتوصل أو وقت معين بيعدي أو حتى مشكلة بتحصل فجأة. دي كلها تعتبر أحداث. عشان أبسطها أكتر، لو اعتبرنا إن المهام أو التاسكس هي الأفعال بتاعة البروسيس، فالأحداث أو الإيفنتس هي المحفزات بقى، هي الشرارة اللي بتبدأ الفعل ده أو ممكن توجهه في سكة تانية أو حتى تنهيه خالص. الحدث هو المحفز والمهمة هي رد الفعل. أول طريقة نقدر نفرق بيها بين الأحداث وبعضها هي مكانها في البروسيس. يعني هل هي بتيجي في الأول ولا في النص ولا في الآخر خالص؟ أي بروسيس لازم تبدأ بحاجة، والحاجة دي هي الستارت ايفنت. بنعرفه من الدايرة اللي خطها رفيع وبسيط، دي شرارة البداية. ولما المسار يوصل لآخره بنلاقيه بينتهي بأند ايفنت، ودايما بنعرفه بالدايرة اللي خطها سميك، كأنها بتقول لنا الموضوع انتهى هنا. طيب إيه اللي ممكن يحصل بين البداية والنهاية؟ هنا بقى بيظهر دور الانترميديت ايفنت أو الحدث الوسيط. بنعرفه من الدايرة اللي ليها خطين، ده معناه إن في حاجة حصلت في نص الطريق، حدث معين عطل العملية شوية أو ممكن يكون غير مسارها تماماً. تمام، كده عرفنا الأحداث ممكن تحصل إمتى. دلوقتي بقى محتاجين نعرف هي بتتصرف إزاي. يعني هل هي بتستقبل معلومة ولا هي اللي بتبعت المعلومة؟ ودي نقطة جوهرية جدا. في نوعين من السلوك. الأول هو الكاتشنج، وده معناه إن البروسيس بتكون في حالة انتظار، مستنية حاجة تحصل من بره عشان تكمل، بالظبط زي ما نكون مستنيين التليفون يرن. النوع التاني هو الثروينج، وهنا البروسيس نفسها هي اللي بتبادر بالفعل، هي اللي بتبعت إشارة للعالم الخارجي، زي ما نكون إحنا اللي بنمسك التليفون ونتصل. والفرق في الشكل واضح، الأيقونات المفرغة بتستقبل والأيقونات المصمتة بترسل. دلوقتي تعالوا ناخد جولة سريعة على أشهر أنواع الأحداث، نقدر نعتبرهم الأدوات الأساسية في صندوق عدة أي حد بيصمم بروسيس. أول وأشهر أداة هي المسج إيفنت. أيقونة الظرف دي واضحة جدا، بنستخدمها لما البروسيس تكون محتاجة تبعت أو تستقبل معلومة من جهة تانية محددة ومعروفة. الأداة اللي بعد كده هي التايمر ايفنت أو حدث الوقت، ودي بتخلي البروسيس بتاعتنا مربوطة بالساعة. يعني ممكن نستخدمها عشان نقول للبروسيس ابدأي شغل الساعة 9 أو استني هنا لمدة ساعة قبل ما تكملي، أو لو المهمة دي ما خلصتش في خلال يومين ابدأي مسار تاني. السيجنال ايفنت بقى مختلف شوية، على عكس الرسالة اللي بيكون ليها مستقبل واحد بس. الإشارة دي عاملة زي إعلان في الراديو، بيتبعت للكل في نفس الوقت، وأي بروسيس متصممة إنها تسمع الإشارة دي هتبدأ تتفاعل معاها فوراً. وطبعاً مفيش بروسيس في الدنيا مضمونة 100%. الايرور ايفنت اللي أيقونته شكل الصاعقة هو طريقتنا للتعامل مع المشاكل دي. لو حصل أي خطأ، الحدث ده بيشتغل، بيوقف المسار الطبيعي فوراً وبياخدنا لمسار بديل عشان نعرف نعالج المشكلة. شرحنا مفاهيم كتير نظرية. طيب ما تيجي نشوف كل الكلام ده بيتربط ببعضه إزاي في مثال عملي جدا كلنا بنحبه، طلب البيتزا. الرسمة اللي قدامنا دي بتورينا القصة كاملة. فوق عندنا العميل وتحت عندنا محل البيتزا. كل واحد فيهم عنده البروسيس بتاعته، والأحداث هي اللي بتشتغل كحلقة وصل بين العمليتين دول، زي رسالة الأوردر اللي بتربطهم ببعض. لو بصينا الأول على الجزء الخاص بمحل البيتزا هنلاحظ إن البروسيس بتاعته مش بتبدأ لوحدها أبداً، هي بتبدأ بمسج ستارت ايفنت، وده معناه إن المحل في حالة انتظار مستني يستقبل رسالة بطلب العميل عشان مكنة الشغل كلها تبدأ تدور. دلوقتي ننتقل لناحية العميل. بعد ما بيعمل الأوردر، البروسيس بتاعته بتقف عند نقطة ومستنية حاجة من اتنين تحصل. الاحتمال الأول يعدي وقت طويل، نقول مثلا 60 دقيقة. هنا بيشتغل الكاتشنج تايمر ايفنت أو حدث الوقت، وده بيحفز مسار جديد وهو إن العميل يكلم المحل. الاحتمال التاني توصل رسالة إن البيتزا وصلت، وهنا بيشتغل الكاتشنج مسج ايفنت،
والبروسيس بتكمل في مسارها الطبيعي للنهاية. ودي هي الخلاصة فعلا. الأحداث هي اللي بتدي للبروسيس دي روح، بتحولها من مجرد رسمة ثابتة على ورق لنموذج حي ديناميكي وقادر يتعامل مع متغيرات العالم الحقيقي. إذن اللي شفناه النهاردة إن الأحداث هي نبض أي عملية، هي اللي بتحدد إمتى تبدأ وإزاي تتصرف في المواقف المختلفة وإمتى تنتهي. وفهمنا الفرق الأساسي بين الاستقبال والإرسال، وشفنا أمثلة لأشهر الأنواع زي الرسالة والوقت والإشارة والخطأ. ودلوقتي السؤال المهم لينا كلنا، لو بصينا على العمليات اللي بنتعامل معاها كل يوم، إيه هي المحفزات الحقيقية اللي بتتحكم فيها؟ التفكير في السؤال ده هو أول وأهم خطوة عشان نحسن أي بروسيس.